بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشتركي القناة ومشاهدي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة زي كل فيديو بنرحب بالمشتركين الجداد. شرفتوا القناة. أكتر حاجة بتسعدني يا جماعة إن المشتركين بتزيد، لأن ما بطلبش اشتراكات في جميع فيديوهاتي. من وجهة نظري زي ما قلنا قبل كده إن الاشتراكات دي موضوع اختياري مش إجباري. تحياتي الخاصة جدا لكل الناس، أصحاب التعليقات المميزة المحترمة، اللي بيدوني طاقة إيجابية وبيخلوني أشتغل على القناة. بالنسبة للمكان يا جماعة اللي الناس كتير قوي بتسأل عليه، الجزء الأول، أنا بصطاد في مكانين يا جماعة. بصطاد في قرية تلال 2، وبصطاد على رصيف قبل سيدي براني ب40 كيلو، تابع لحرس حدود، ممنوع الصيد فيه. قرية تلال ممنوع الدخول لغير الملاك. إنما أصحاب التعليقات المميزة، وطالما قلنا تعليقات مميزة، طبعا الجدير بالذكر أستاذ إبراهيم الغبور القريب لقلبي جدا، أستاذ محمد رضا، أستاذ ماجد ماهر، أستاذ إبراهيم فرج، أستاذ هشام محمد، أستاذ هاني غنيم، أستاذ هشام فتحي. إيه، كتير جدا، وفي زيهم كتير جدا. اتشرف بيهم لو حابين يطلعوا معايا. فوق دماغي من فوق وفوق، فور فري مني ليهم. ما عنديش اي مانع. يا جماعه يا ريت تقدروا مجهود 18 ساعه عشان اطلع لك ربع ساعه تتفرج عليها. من راجل عنده 58 سنه بيصطاد وهو عنده 12 سنه بدون مبالغه. التقدير المجهود ده بلايك على الفيديو لو تكرمت، عشان الفيديو ينتشر لأكتر ناس والموضوع يبقى مستاهل ان احنا نكمل. يلا بينا نتفرجوا على الجزء التاني اللي ان شاء الله هينول اعجابكم. يلا بينا نتفرج مع بعض. واحدة كده على المباشر يا جماعة مع بعض. خدت ضربة مرمار برضه. مرمار وموقع نفسه. وقع نفسه هو. انا نزلت له ميلت له الفصل تحت، دخل وقع نفسه على طول. ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعة، مرمار بليس. اكبر احجام مرمار ممكن تشوفها، يعني العنوان بتاع الفيديو اللي فات وكان في عنوان باسم اكبر مرمار ممكن، اكبر احجام مرمار ممكن تشوفها في البحر المتوسط. فعلا يا جماعه، بص المرمار. انا هحط لكم اي حاجه عشان تبين حجمه في نهايه الفيديو. استنوا الحصيله. ما شاء الله، واكل على الفرده اللي تحت. يلا نرمي تاني مع بعض. النشان مهم جدا، ان انا انزل الرصاصه بتاعتي في المكان اللي انا عايز انزلها فيه. مهم جدا. لو حسيت ان انت رامي ابعد قبل ما الرصاصه تنزل الميه على الارض، قبل ما تنزل على الارض اقفل المكنه، هتلاقي الرصاصه خرفت عليك شويه. لسه ما فيش اي حاجه لغايه دلوقتي. ضربت ضربه حلوه، وغالبا فوق يا جماعه. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. غالبا مش فرد يا جماعه، ولو فرد هيبقى متصلح قوي يعني. بصوا يا جماعه،
واكل السلاح اللي فوق الرصاصه، وانا قلت لكم وهو بياكل قبل ما يقع، قلت لكم واكل فوق. ايه اللي بيخليني اعرف ان هو واكل فوق؟ فوق يا جماعه السمكه بتبقى اتقل في ايدك، بمعنى ان منها للشعر لايدك على طول، مفيش فواصل، فتحس ان السمكه تقيله بعافيتها. خلاف السمكه اللي بتاكل تحت، السمكه اللي بتاكل تحت بيبقى فيه فاصل بينك وبينها الرصاصه، فده بيخفف من تقلها على ايدك او ما بيحسسكش بيها زي اللي فوق. بصوا المرمار ما شاء الله. يعني غالبا لما بتضربني سمكه فوق بقول لك دي سمكه واكله فوق، وهي فوق اهي يا جماعه. ليه؟ ضربتها فوق مفيش فواصل بينك وبينها، منك ليها على طول، منك لايدك على طول. ما شاء الله يا جماعه، الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش اللايكات، مشترك القناه. كل فيديو هاكد عليكم يا جماعه عشان القناه تنتشر ونوصل لليفل كويس، والناس كلها تقدر تتفرج على المناظر اللي انتوا شايفينها دي. الناس مش هتتفرج الا باللايكات يا جماعه عشان الفيديو ينتشر وياخد ليفل معقول يستاهل التعب اللي الواحد بيتعبه، بس مش اكتر يعني. ده خلاف حاجات كتيره جدا طبعا، بس هو الواحد بدني وذهني بيبذل مجهود عالي جدا يعني. يلا بينا نرمي واحده على المباشر. يلا واحده مع بعض يا جماعه. ما شاء الله، زي ما توقعنا ان المرمار لو موجود هيبقى احجامه حلوه. الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا ان الكلام بيتحقق يعني، الحمد لله. الواحد بحكم الخبره يعني، بحكم الصيد من زمان خدت ضربه، بيقدر يعني بيبقى عنده رؤيه الحمد لله، والتوفيق بيبقى بتاع ربنا الحمد لله يعني. شغل المكنه يا جماعه ممتع، والبوصه اليد طبعا ممتعه. المكنه حلاوتها ان منك للسمكه على طول، بتحس بضربتها يعني. الحساس ميزته ان انت بتحس بضربه السمكه ومتعه السمكه وهي طالعه معاك. ده ميزه الحساس، اللي هو ما بيفصلش بينك وبين السمكه فله. معايا يا جماعه، ده سمك واكل ونايم. انا مجرجر لغايه اول الخروج بتاعه الوعر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. مرمار يعدي الاربع، مرمار يعدي الاربع. قاعد على الرمله، كله معظمه قاعد على الرمله. ما شاء الله. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. شويه المناظر الحلوه دي، السمكه وهي طالعه، نطلع بمعلومه. وان شاء الله مستني الدعم باللايكات يا جماعه. لو سمحتوا ما تبخلش بتاتش على اللايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر والقناه تنتشر. مرمار خشن يا جماعه. اخيرا ظهر. والله يا جماعه المرمار الكبير ما في فرق بينه وبين الدنيس في الضرب. الدنيس ظهر اخيرا، ظهر متاخر قوي يعني. خليكم معايا. بالع على فكره، واكل على الفرده اللي تحت. حلو، سلاح 4 كفته شغال ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه. مرماره الاحجام اللي انتوا عارفينها، بس ده اقل شويه من الاحجام اللي انتوا عارفينها. واكل على الفرده اللي تحت.
يلا بينا نشوف هنعمل ايه. المرمار حرف شويه، كان الاول في الوسع، شويه في الوسع وشويه قريب، يعني هنرموا في القريب مع بعض دلوقتي هنشوف. مرمار يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ما شاء الله. مرمار اشتغل تاني يا جماعه. ما شاء الله. الجوز ولا ايه ولا واحده كبيره؟ واحد تحت رجلي، ملناش نصيب فيها. اللهم لك الحمد. دي حصيلة الجزئين يا جماعة اللي احنا شفناهم، يا رب يكونوا عجبوكم. المرمار يا جماعة كان بصراحة ممتع، هو والفليجس واحد، ويمكن بالفعل كان فيه مرمار أتقل من الفليجس، حتى في طريقة الأكل، في طريقة ضربه في البوصة. اللهم لك الحمد. ده يا جماعة بربون عنبر. في 4 أنواع للبربون: العنبر، والبلدي اللي احنا بنشتريه من السوق، والحجاري اللي دايما بيجيبوه من التسقيط، والحر. في براية هنا وفي سمك يا جماعة ما تصورش عشان البحر شد، وبيني وبينكم انا بصور على التليفون على الستاند، فالموضوع مش محتاج مجازفة لان دلوقتي التليفون بقى حياتنا كلنا يعني. ان شاء الله ابتداء من الفيديو اللي جاي انتظروني معلومات عن الهدف بتاعنا. يعني مثلا هنستهدف البطاطا، هنتكلم عن كل المعلومات عن البطاطا، ازاي توقعها عشان هي مواصفاتها كده وطباعها كده وسلوكها كده، بتاكل في مجاميع ما بتاكلش في فرادي، وهكذا. المرمار كذلك، الدنيس كذلك. اي سمكة هنستهدفها ان شاء الله هنقول المعلومات اللي تهم وتخص الهدف بتاعنا عشان نعرف نوقعه. اتمنى للمره التانية الجزئين يكونوا عجبوكم. الساده المشتركين ما تنسوش اللايكات زي ما احنا متفقين عشان الفيديو ينتشر لابعد مدى. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.